مدينة الرياح موغادور تتزين بافتتاح تكنو بارك الصويرة يوم 24 نوفمبر 2023، والذي سيعمل على دعم الابتكار وريادة الأعمال بالصويرة، وسيمكن الشركات الناشئة بجهة مراكش آسفي من الاستفادة من منظومة دينامية لتطوير أفكارها ومقاولاتها. حضر مراسم افتتاح هذه البنية المقاولاتية العصرية الخامسة من نوعها في شبكة تكنو بارك المغرب مستشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور السيد أندري أزولاي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة السيدة غيثة مزور، ووالي جهة مراكش آسفي السيد فريد شوارق، وعامل إقليم الصويرة السيد عادل المالكي، ومديرة تكنو بارك المغرب السيدة ليلى بن مخلوف، وعدد من الشخصيات العسكرية والمسؤولون المنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية. Le lancement du Technoparc Souera s'inscrit dans la nouvelle route stratégique du Technoparc qui vise à ouvrir des antennes dans toutes les régions du royaume. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'ouvrir notre 5e technoparc à la ville de Souera. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre la société de gestion du technoparc, le ministère de la Transition numérique et de la réforme d'administration et le conseil provincial et communal de la ville de Souera. Notre objectif est de contribuer à la création et au développement des startups technologiques. Nous allons accompagner des projets qui s'inscrivent dans les nouvelles technologies de l'information, le développement durable et les industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, ce technoparc a la capacité d'accueillir plus de 70 porteurs de projets et start-up dans le digital. Et on est vraiment très fiers du potentiel que porte cette ville. Beaucoup de talent, beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de créativité qui méritent d'être accompagnés et surtout d'être encouragés à créer des entreprises viables qui elles-mêmes créeront des emplois et de la valeur ajoutée pour la région. سبق هذا التدشين لقاء جمع كل من قص الشريط الرمزي لافتتاح تكنو بارك الصويرة، كما حضر كبار الفاعلين في منظومة ريادة الأعمال بجهة مراكش آسفي، وتمحورت نقاشاتهم ومداخلاتهم حول تكنو بارك موغادور الذي جمع 50 من حامل المشاريع بالجهة، والذي سيشكل فضاء لأزيد من 40 شركة ناشئة مع فضاء للعمل المشترك الموجه للرحالة الرقميون، وذلك تشجيعا للمقاولين الذاتيين داخل وخارج المغرب على الاستقرار في الجهة. اليوم كان عندي الشرف على أنني نقوم بالتدشين ديال تكنو بارك الصويرة اللي غادي يحتضن حتى 70 ستارت اب وحاملي ديال المشاريع في المنطقة، وهذا جاي في إطار الجهوية المتقدمة، وأنه مختلف مدن المملكة يستافدوا من الطفرة الرقمية. كانت أيضا فرصة باش نوقعوا على واحد الاتفاقية تاريخية ما بين وزارة الانتقال الرقمي إصلاح الإدارة والتكنو بارك اللي غادي تبدل بشكل كبير وتحسن بشكل كبير شنو هما لي تكنو بارك اليوم. دار الحديث في هذا اللقاء أيضا حول الاستراتيجية الشاملة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي تعمل على توفير مواكبة دقيقة للشركات الناشئة العاملة في قطاعات رئيسية في الاقتصاد هنا بجهة مراكش آسفي. وختاما تم توقيع اتفاقية تهدف بحسب بلاغ الوزارة الموقعة عليها هنا إلى توسيع تواجد شبكة تكنو بارك بمختلف جهات المملكة، وذلك قصد بلوغ 7 جهات على مستوى المملكة، والانتقال إلى 5 مدن حاليا إلى 10 مدن في أفق 2026، بالإضافة إلى الرفع من عدد المستفيدين من برامج تكنو بارك لتبلغ أكثر من 1300 مستفيد.